السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد، وإن شاء الله في الفيديو ده يعني هيكون طويل شوية زي ما هو باين يعني من مدة الفيديو. في الفيديو ده هنتكلم عن كتاب A.J. هوج. احنا كنا اتكلمنا قبل كده بالفعل عن كام تشابتر كده بس، وبعد كده وقفنا، لكن دلوقتي إن شاء الله نشرح الكتاب كامل في فيديو واحد. وطبعا يعني الناس اللي ما تعرفش A.J. هوج، هو A.J. هوج هو مدرس لغة إنجليزية، هو أصلا نيتيف وعنده كورسات مشهورة وعنده قناة يوتيوب مشهورة برضو، فيعني هو حد كويس جدا وحد تقيل في مجال تعلم اللغة الإنجليزية. كان ليه الفضل طبعا بعد ربنا في إن هو يعمل طفرة في مستواه في اللغة الإنجليزية. فالنهارده ان شاء الله هنشرح الكتاب بتاعه، مش كورس معين من الكورسات، احنا هنشرح الكتاب بتاعه، مبادئه في تعليم اللغة الإنجليزية. هنتكلم ان شاء الله عن الحاجات دي تفصيلا. فيعني هتلاقي ان شاء الله كده يعني في الفيديو ده هتطلع بنصايح كتير جدا هتفرق معاك، حتى لو انت ما تعرفش A.J. هوج اصلا هتطلع بنصايح ان شاء الله كتير جدا هتفرق معاك في رحلتك في تعلم اللغة الإنجليزية او حتى كمان اي لغة تانية. اولا كده A.J. هوج هو بيبدأ الكتاب بتاعه بيتكلم عن مشاكل الناس وعن الطرق التقليدية لتعليم اللغة الإنجليزية، وبيحكي قصتين في الموضوع ده. بيحكي قصة البنت اسمها جلاديس دي كانت بنت مجتهدة جدا بتحاول تتعلم اللغة الإنجليزية بالطريقة التقليدية. هي كانت موجودة في مدرسة طبعا، يعني بتتعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة، فكانت بتحفظ الكلمات. طبعا الكلمات اللي كانت بتاخدها هي ليست، يعني مثلا يلعب يعني بلاي، يعني هو كده دي الكلمات اللي هي كانت بتحفظها، وكانت عارفة القواعد مثلا عارفة والله الماضي البسيط بيتكون من كذا، المضارع المستمر مش عارف بيتكون من كذا، لكن بتتكلم ما بتعرفش تتكلم. بعدها جات له فرصة شغل ان هو يشتغل في اليابان، يعني يشتغل مدرس مساعد في اليابان، وهو كان موجود مع مدرس ياباني. المدرس الياباني كان بيشرح الانجليزي وهو كان موجود بس كده يعني قاعد عشان ينطق بعض الكلمات في آخر الدرس لما ياخدوها. المدرس الياباني طبعا هو كان بيشرح جملة، يعني مثلا يكتب جملة ويقعد يشرح. طبعا بيتكلم المدرس الياباني بيتكلم ياباني ويشرح جملة واحدة بالإنجليزي. طبعا A.J. هوج وقتها ما كانش بيتكلم ياباني، وحاليا برضو مستواه مش قد كده في الياباني يعني، بس على أي حال هو ما كانش بيفهم ياباني، فكان المدرس بيكتب جملة واحدة باللغة الإنجليزية وبيقعد طول الحصة بيتكلم بالياباني عن اللغة دي. فكان A.J. هوج بيستغرب كده، اللي هو انت بتقول ايه حوالين الجملة دي، جملة مثلا بسيطة ازاي بتقعد تتكلم حواليها كده. فطبعا هو كان بيشرح قواعد ويقول لهم دي بيجي بعد كذا ودي بيجي بعد كذا وبنضيف لها مش عارف ايه، والحاجات اللي احنا خدناها كلها طبعا في المدرسة. فطبعا سواء اذا كان في اليابان او البنت اللي فاتت اللي هي جلاديس ما كانوش بيتقدموا، فA.J. هوج قعد يتساءل كده، اللي هو طيب ايه الحل، الناس بتتعلم اللغات ازاي؟ فلحد ما لقى مقال لحد اسمه ستيفن كراشن. ده حد تقيل جدا، هو بيتعلم يعني حد تقيل جدا في مجال تعلم اللغات يعني، وهو تقريبا يعرف اكتر من 20 لغة. ستيفن كراشن كان بيقول ان احنا والله بنكتسب اللغة لما نفهم اللي الناس بتقوله لنا، ولما نقرأ او لما نفهم اللي احنا بنقرأه. بمعنى والله دلوقتي انا يعني بتكلم معاك اهوتي وشاورت لك على وشي كده وقلت لك والله ان ده اسمه فيس، دي ايز، دول ايرز، وهكذا. ان انت يعني بتتعلم عن طريق اللي هو انت تشوف حاجة بعينيك وتشاور عليها مثلا وتقول دي كذا ودي كذا ودي كذا. فده طبعا اللي ستيفن كراشن قاله. فطبعا ده A.J. هوج بدأ يفكر بقى في الموضوع، وبعد كده بيتكلم بقى على عيوب المدرسة. يعني التعليم في المدرسة فعلا هو حرفيا مميت، لانك انت بتتعلم حاجات انت ممكن يعني مش هتحتاجها في الوقت الحالي خالص، فانت ليه بتتعلم حاجة زي كده؟ اضافة لان في المدرسة انت بتكون قاعد كده، يعني كده انت دي قعدتك في المدرسة قاعد كده منتظر المدرس يخلص. اضافة لان مفيش حاجة تفاعلية، يعني مفيش محادثات انت بتتعلمها. الموضوع هو بيكون مجرد كتاب كده وبتقعد تقرأه من الكتاب، ولا بيقول لك احفظ الكلمات ديتي، ولا ذاكر القاعدة ديتي، ولا تعالى نحل التدريبات ديتي. فمكان مفيش حاجة صوتية، تمام؟ هو الموضوع كله مجرد كده زي كتاب وبتقعد تدرس منه. حتى لما بقى في بعض المدارس بيطوروا الموضوع شوية وبقى في محادثات او في حاجات صوتية، بقى الحاجات الصوتية ديتي مش طبيعية. يعني مثلا اللي هو بيكون الموضوع كده وكأن انسان آلي بيتكلم،
مش المحادثات دي مسجلة بصوت بشري، يعني في اللي هو التغيرات بتاع الصوت، اضافة ل يعني الحاجات دي كانوا بيعلموك حاجات اكاديمية. بمعنى والله دلوقتي كلمة مثلا، يعني انا لو قلت لك مثلا how are you، لو انت اتعلمت كده في المدرسة، لو اتعلمت كلمة how are you في المدرسة، انت غالبا عرفت رد واحد بس للكلام ده، وهي I'm good. حلو. انما الحقيقة في ردود كتير جدا ممكن تتقال على كلمة how are you. فالمدرسة بتعلمك ان في اجابة واحدة بس. ليه ان في اجابة واحدة بس؟ لان هي دي اللي عاوزينها في الامتحان، ولو جاوبت اجابة تانية غلط. التعليم في المدرسة مميت بسبب النقطة ديتي. انت مش بتتحرك، مفيش انشطة تفاعلية، المحادثات مش بشكل طبيعي، بيعلموك ان في اجابة واحدة. كمان انت خايف تتكلم عشان ما تغلطش، ولو غلطت هيبقى ده هيأثر على درجتك في الامتحان، فده مش طبيعي. يعني مش هتتعلم اللغة الا لما تغلط، انت لازم تغلط الاول عشان تتعلم اللغة. دلوقتي لو نفترض ان انت مسافر على طريق، ومعاك انت محتاج حاجتين عشان تسافر وتوصل للمكان اللي انت عاوز تروحه. محتاج طبعا عربية، ومحتاج البنزين اللي هتحطه في العربية ديتي. فلو نفترض ان انت معاك عربية قديمة ومعاك وحطت لها بنزين رخيص، هل تتوقع ان انت هتوصل؟ يعني ما اظنش انت هتوصل. العربية كل شوية هتقف، ولو مشت شوية العربية هتقطع بسبب البنزين مش كويس، فالموضوع مش هيكون افضل حاجة. تعال نحسن شوية، نجيب نفس العربية القديمة بس نحط افضل بنزين ممكن. هل هتوصل؟ هتوصل لكن هتوصل بشكل بطيء، مش هتستمتع بالطريق مثلا، او مش هتستمتع وانت راكب لان العربية قديمة شوية. فتعالى نحسن شوية، ولو نفترض جبنا لك دلوقتي عربية افضل عربية ممكنة، بس حطينا لها بنزين رخيص او بنزين يعني عليه مية. دلوقتي العربية هي هتمشي لكن هتقطع بسبب البنزين مش افضل حاجة. تعال بقى ناخد افضل سيناريو ممكن، وهو العربية افضل عربية ممكنة وافضل بنزين حطيناه في العربية ديتي. تتوقع الطريقة يكون عامل ازاي؟ طبعا العربية هتمشي، مش هتقطع، مش هتقف، انت هتستمتع بالطريق، هتستمتع بركوب العربية نفسها. فالعربية هي الخطة او الطريق اللي انت ماشي عليه، والبنزين هو معتقداتك تجاه اللغة الانجليزية. يعني العربية هي الطريقة اللي انت بتذاكر بيها، العربية هي الكورس اللي انت ماشي عليه، والبنزين نفسه الطاقة اللي بتمد العربية اللي هي عشان العربية تمشي، هي معتقداتك. يعني ايه معتقداتك تجاه اللغة؟ يعني اللغة الانجليزية سهلة ولا صعبة؟ انت شايف نفسك هتتعلم ولا مش هتتعلم؟ فالاتنين مهمين جدا. معتقداتك هي اللي بتشكل مشاعرك تجاه اللغة الانجليزية. يعني والله تقول لنفسك ان انت تقول لنفسك كلام زي انا مش عارف اتعلم انجليزي، انا حاولت كتير، والله يعني مفيش فايدة. في مدرس الفلاني قال لي كلمة مثلا ان انت مش هتتعلم انجليزي، فمش عارف اتعلم خالص، وعندي مشاكل في اللغة، الاكسنت عندي بايظة، مش بعرف اطلع الاصوات كما ينبغي. كل المعتقدات دي هي اللي بتوقفك، هي اللي بتعيق تقدمك، هي اللي مش مخليك تتعلم اللغة الانجليزية. انت نفسك مش مصدق نفسك، فازاي هتتعلم؟ انما العكس بقى، تعالى بقى فكر انت تكون ايجابي شوية وتقول كلام زي والله انا كويس في الانجليزي، انا عرفت والله اتكلم في الموضوع الفلاني، فانا اكيد اعرف اتكلم في المواضيع التانية لو اشتغلت على نفسي زي ما اشتغلت على الموضوع الفلاني. والله يعني دلوقتي انا يعني اللي هو انا كويس في اللغة الانجليزية، انا بس محتاج ممارسة اكتر، محتاج اسمع اكتر. فالكلام الايجابي اللي هو زي ده، هو الكلام ده اللي هيوصلك، هو الكلام ده اللي هيخليك توصل، هو مش هيعيقك زي الكلام الاولاني. انا عايز اعرف تتعب نفسك ليه قوي بتعلم القواعد، وبتتعلم انواع اللهجات، وبتتعلم اصل الكلمات، ومش بتمارس اللغة مع حد بشكل طبيعي. لاعب كرة القدم، هل بنقعد نعلمه ازاي يشوط الكرة في الزاوية 90، او ازاي احنا بنعلمه كده، لكن ما بنعلموش قواعد الفيزياء؟ والله بنقول له انت هتشوطها بالطريقة الفلانية، ففي اتجاه الريح ماشي كده، فانت بتحاول تعمل كذا وتعمل كذا، والكرة لازم تتشاط من الحتة الفلانية ديت عشان بتلف بدوران بزاوية مش عارف ايه. هل بنعلمه كده؟ لا، احنا بننزله الملعب ونقول له اتدرب
شويه وبعد كده يلا انطلق بقى انت. كذلك الحال انت مش محتاج تمسك ورقه وقلم وتقول والله انا ازاي اجيب الجمله دي في الماضي، ازاي اجيب الجمله دي في المضارع، ازاي اعمل كذا. لا، انت محتاج تتكلم اللغه مع حد بشكل طبيعي، محتاج تسمع وتتكلم اللغه بحيث ان انت هتعرف تجيب الحاجات دي لوحدك لما تتحط في الموقف. مش فكره ان انت تقعد تدرس قواعد وحاجات انت مش محتاجها عشان تعرف تستخدم اللغة الانجليزية بشكل صحيح، عشان تعرف تتكلم باللغة الانجليزية. لو انت دلوقتي موجود قدامي وبقول لك take this وبعمل لك كده، انت فهمت اللي هو انت خد ده كده، اللي هو take this، خد ده طبعا افضل من ان انا اقعد اقول لك والله كلمة take يعني ياخذ، حد ياخذ حاجة من حد يعني، وthis يعني بتشير للحاجة القريبة. ايه الافضل، ان انا اقول لك كده ولا ان انا اقول لك كده يعني طبعا بشكل نظري، ولا انا اقول لك take this واعمل لك كده وخلاص؟ يعني هو ده الافضل، ان انا اتعلمك عن طريق الحركة، انك تعمل حركة او حاجة معينة خاصة بكل كلمة جديدة او حاجة انت بتتعلمها. دي الطريقة الصح والطريقة الاسرع. يعني انت بتتعلم من 12 ل 36 كلمة في الساعة عن طريق الحركة. والله ان انا اقول لك يعني take، ان انا اقول لك good bad smile، كل الحاجات ديت ان انا اقولها لك واعمل لك حركة معاها، انت بتتعلم بشكل اسرع من 12 ل 36 كلمة في الساعة. حاجة بسيطة ممكن تعملها وانت بتسمع للغة الانجليزية، ممكن تتمشى. يعني المشي هو بيساعدك انك تتعلم بشكل اسرع، الحركة عموما هي بتساعدك تتعلم بشكل أسرع. عاوزك تسأل نفسك سؤال، انت ليه بتتعلم اللغة الإنجليزية؟ تقعد كده وتفكر انت ليه بتتعلم. والله أنا بتعلم اللغة الإنجليزية عشان أعدي امتحان مثلا الآيلتس ولا حاجة. طيب أنا عاوزك برضو تقف كده مع نفسك، هل ده هدف يحفزك بالله عليك؟ هل ده هدف ممكن يحركك ويخليك مكمل، ولا يخليك متوتر كده ومش عارف تركز في طريقك؟ بص، انت محتاج تسأل نفسك ليه، محتاج نفسك ليه انت عاوز تعدي امتحان الايلتس ده؟ والله عشان اشتغل شغلانه كويسه. طب ليه برضو عاوز تشتغل شغلانه كويسه؟ والله عشان اجيب فلوس اكتر. طب ليه فلوس اكتر؟ عشان اقدر اوفر عيشه كويسه ليا ولاهلي. فده يبدو وكأنه هدف يعني يخليك مكمل على الطريق، هدف يحركك فعلا، هدف يخليك دايما بتسمع للغه الانجليزيه عشان تحسن نفسك اكتر وعشان تعدي الامتحان. فدايما انت شوف لنفسك هدف يكون سامي، هدف يكون كويس يحركك بالفعل، مش يوترك وانت بتتعلم اللغة الانجليزية. يعني مثلا والله انت هدفك ممكن يكون ان انت والله تعلم الناس الدين الاسلامي الصحيح، لان في ناس مسلمين كتير جدا حوالين العالم وما يعرفوش حاجة عن الاسلام الا انهم مسلمين وما ينفعش يشربوا خمر وما يزنوش مثلا، فهم دول بس اللي يعرفوها عن الدين. طب فين باقي الحاجات؟ اضافة لان في مليارات من الناس للأسف يعني عندهم أفكار غلط كتير جدا عن الإسلام ومش فاهمين الإسلام بطريقة صحيحة. فأنت اقعد كده مع نفسك بورقة وقلم وشوف انت بتتعلم انجليزي ليه، عشان تلاقي هدف يخليك مكمل على الطريق. نفسيتك تجاه اللغة الانجليزية لازم تغيرها قبل ما تبدأ تتعلم اللغة الانجليزية. لو انت طبعا بالفعل بدأت، حاول تغير نفسيتك ديت، حاول تغير اللي هو يعني قبل ما تدخل كده تبقى مرتاح وانت بتتعلم اللغة الانجليزية. بمعنى يعني والله دلوقتي بالمناسبة يعني نفسيتك ديتي كلها مبنية على تجارب. يعني لو نفترض والله ان في مدرس قال لك انت عمرك ما هتعرف تتكلم انجليزي، واحد صاحبك مثلا اتريق على الاكسنت بتاعتك وقال لك انت الاكسنت بتاعتك مستحيل تتصلح، حد تاني مثلا قابلته على اونلاين ولا حاجة وقال لك الانجليزي بتاعك مش كويس. فكل ديتي الكلام بيهدك فعلا، وكل ديتي نفسيات ما ينفعش تبدأ فيها، او ما ينفعش تكون عندك النفسيات ديتي وانت بتتعلم، لانها للأسف مش هتوصلك. يعني الحاجات ديتي هتهدمك. شوف بقى العكس، يعني حاول تشوف بقى تجارب كويسة. حاول والله تشوف في مرة كده انت اتكلمت في موضوع معين وكده بنت وكأنك فلوينت، فدي حاجة تحفزك. حاول تفتكر دايما حاجة زي كده. والله افتكر الجملة اللي انت فهمتها من حد امريكي وفهمتها من اول مرة. افتكر مثلا حد علق لك على اللغة بتاعتك وقال لك والله اللغة بتاعتك كويسة. افتكر حد مثلا قال لك والله الاكسنت بتاعتك ممتازة. ما تقلقش من مستواك انت، والله ركز وخصص وقت للغة وان شاء الله اتعلم كويس بعيدا عن اي كلمة اتقالت لك. فانت يعني ركز على الحاجات الايجابية اللي هي اتقالت لك او الحاجات الايجابية اللي هي في تجاربك انت،
عشان هي دي اللي هتخليك تكمل. وان شاء الله خصص بس وقت، وان شاء الله والله هتتعلم اللغة الانجليزية طالما يعني انت ملتزم، وطالما انت عندك هدف ان انت توصل هدف يكون سامي ان شاء الله، وان شاء الله هتتعلم اللغة الانجليزية. كل اللي احنا بنحكي فيه لحد دلوقتي هو كان البنزين او معتقداتك تجاه اللغة الانجليزية. فاكر المثال بتاع العربية، بتاع البنزين والعربية وبتاع الطريقة والمعتقدات؟ هو اللي احنا كنا بنحكي فيه كله لحد الدقيقة ديتي لحد دلوقتي هو كان معتقداتك. دلوقتي بقى احنا هنتكلم عن العربية، او هنتكلم عن الطريقة اللي هتوصلك ان شاء الله للطلاقة او للمستوى اللي انت عاوزه. الطفل بيسمع الاب والام والاسرة بيتكلموا جنبه من اول يوم. هل بيسمع يوم ويبطل يوم؟ هل بيسمع الجملة مرة واحدة بس؟ اجابات كل ده لا، هو ما بيسمعش يوم ويبطل يوم، ما بيسمعش الجملة مرة واحدة بس، وما بيتكلمش من اول يوم. فالطفل بيسمع فترات طويلة جدا، ومحدش بيجبره ان هو يتكلم، وبنمسكلوش عصاية والله ونقول له انت لازم تتكلم وقول ورايا يا ابني الاستقرار قول الاستقرار ورايا. لا، ما بنمسكلوش كده طبعا. هو احنا بنسيبه لوحده تماما، يسمع لوحده ويفضل يسمع كتير جدا، وبيسمع الحاجات متكررة، وفجأة كده ممكن بنسمعه نلاقيك بيقول كلمة ماما. هل وقتها بنقعد نتريق عليه عشان الاكسنت بتاعته، ولا طريقة نطقه لكلمة ماما ديتي مش كويسة؟ لا طبعا، احنا بنقعد نسقف له ونشجعه والله، بنبقى طايرين فيه بنبقى طايرين بيه من الفرحة. فمع الوقت هو بيتحسن تدريجيا. هل بعد ما بيقول كلمة ماما بيقف؟ لا طبعا، بيفضل يكمل وبينطق كلمة ماما وبيسمع كلمة ماما. فكل ده هو بيفضل مكمل ويسمع دايما بشكل يومي. كل الحاجات دي بتتكرر. فايجي هوج هو بيكلمك على انك تكون زي الطفل، يعني ما تملش من الحاجات اللي بتسمعها، ولا مثلا تقول ان انا سمعتها امبارح فمش هينفع تسمعها النهارده، ولا انت قلت الجمله دي امبارح فمش هتقولها خلاص النهارده، استخدمت مش عارف الماضي امبارح فمش هستخدمه النهارده. لا، انت خليك بعقليه الطفل في تعلم اللغه. لو قلت لك جمله زي جون هيتس ايس كريم، ففي الجمله ديتي في حاجه كده في دماغك دلوقتي، الصوره لواحد اسمه جون وان هو بيكره الايس كريم. يعني هو انت عرفت ان في واحد اسمه جون، وعرفت اذا كان بيحب ولا بيكره وبيحب ايه بالظبط. ففيه صوره اتحفرت في دماغك، ودي كانت اول قاعده، وهي انك تحفظ جمل ما تحفظ كلمات، لان الجمل هي بمثابه صوره في دماغك. ومعنى انها صورة انها صعب انها تتنسي، مش زي الكلمة المجردة لوحدها كده اللي هي بيكون سهل جدا انها تتنسي. فبحفظك للجمل انت بتحفظ تصريف الافعال، وبتعرف كمان القواعد، وفيه كمان يعني بتعرف نطق الجملة كاملة. يعني في ناس بتعرف تنطق والله كل كلمة لوحدها على حدة، بتكون ممتازة جدا في نطق الكلمة منفردة، لكن تيجي تحط الكلمة ديتي في جملة وتنطقها بتظهر مشاكل بقى النطق، وبتظهر مشاكل اللهجة في الحتة ديتي. فانت حل الموضوع من الاول واحفظ جمل. لما تكون في محادثة وتيجي تتكلم مع حد وعايز تقول جملة مثلا I'm going to the market، الجملة ديتي انت احيانا بتقعد تفكر كده، طب هي I'm going ولا I am go to the market؟ طب هي I go to the market ولا I'm going to the market؟ بتبقى احيانا كده متلخبط، مش عارف ايه الجمله الصح، ايه الجمله اللي انا المفروض اقولها في الموقف ده. فاكر لما قلت لك ان الطفل هو افضل حد بيتعلم لانه هو بيطبق الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي. هي اول حاجه هو طبعا حفظ الجمل، تاني حاجه هو مش بيقعد يكتب كده بورقه وقلم ويذاكر القاعده، لا هو بيسمع استماع مكثف، بيكرر الاستماع وبيتعرض للغه بشكل لا واعي. القواعد بتتبنى لوحدها. يعني والله دلوقتي انت حفظت جمل، فمعنى انك حفظت جمل معنى ان انت عرفت القاعدة. يعني مثلا لو حفظت كلمة I'm going to the market، لو حفظت كلمة market مثلا في جملة، والجملة دي كانت I'm going to the market، فهتيجي تتكلم هتلاقي نفسك قلت الجملة بدون اي تفكير خالص في القواعد. فانت بعد ما تحفظ جمل انت محتاج تكرر وما تذاكرش قواعد بورقه وقلم. ما تقعدش تكتب كده والله الماضي البسيط بيجي ازاي والمضارع بيجي ازاي، لا انا هسمع باستماع مكثف وهحفظ جمل، وان شاء الله القواعد لوحدها هتيجي. فانت يعني اسمع بودكاست، تسمع محادثه ما بين اتنين، تقلد. فانت لما تعمل كده تبقى عامل زي المتحدث الاصلي، هتكون فاهم القاعده عامله ازاي، او فاهم القاعده امتى تقولها بالظبط.
لكن والله مش عارف ان تقعد، مش عارف بقى اللي هي القاعده بتاع المدرسه. والله المضارع البسيط في حاجه اسمها المضارع البسيط. المضارع البسيط ده تقريبا هو كان الفعل وبعد كده بضيف له اس او اي اس او اي اس. هل ده صح؟ لا مش صح يعني، ما كانش، كنا بنقعد نسمعها كده يعني، بس اللي هي ايه، بس ده مش بيؤدي للطلاقه، مش هيخليك تتكلم. فالحل انك ما تقعدش تذاكر قواعد، احفظ جمل وما تذاكرش قواعد بالشكل التقليدي. كمل في الاستماع، اسمع كتير. ما تتوقعش ان انت تتكلم كويس بدون ما تسمع. مهارة الكلام هي مهارة بتنمو تلقائيا كده لما تعرض نفسك فترة كافية للاستماع. فاحنا كنا اتكلمنا بالفعل عن الموضوع ده في فيديو منفصل، ان شاء الله هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن عن موضوع الاستماع ده. فانا اللي انا عايز اقوله لك ان انت خصص معظم وقتك للاستماع، خصص معظم وقتك للاستماع. اسمع الحاجات اللي انت فاهم معظمها، الكلام هيجي تلقائيا. وانت في الفتره بتاع اللي انت بتسمع فيها ديت، ما تحاولش تضغط نفسك وتقعد تقول يا لهوي انا بسمع ليا مش عارف 3-4 شهور ولسه ما اتكلمتش. ما تضغطش نفسك يعني الموضوع مش بيجي كده يعني. اهدى على نفسك، ما تستعجلش. في حاجه اسمها الفتره الصامته. الفتره الصامته ديت هي انك لما تسمع كفايه، بعد فتره هتبدا تتكلم ان شاء الله تدريجي. زي الطفل بالظبط، بيقعد مثلا يسمع سنه، شهور مثلا او سنه ونص، سنتين، بعدها بيبدا بقى يتكلم تدريجيا. فهو بيسمع فتره كفايه. في الفتره اللي هو بيسمع فيها دي هو بيكون فيها بيفهم لكن ما بيعرفش يتكلم. يعني لو قلت له للطفل الصغير وهو عنده سنه مثلا كل، ممكن هو هياكل عادي، هيفهم مثلا هيفهم معنى كلمه كل ديتي، ان هو المفروض يحط حاجه في بقه وياكل. لكن هل هو ممكن يقول لك كل؟ ممكن لكن يعني مش شرط ان هو يقول لك كل، لان هو لسه صغير ما بيعرفش يتكلم. فانت اسمع في كل وقت، اسمع في المواصلات وانت في الجيم وانت عندك وقت فاضي، اسمع كتير. شكلك اخدت الموضوع بجد وبالفعل بدأت تسمع كتير جدا. لكن لو بتسمع كتير بدون متكرر فالاستماع ملوش لازمة تقريبا، يعني اللي هو بس مجرد انت بتتعود على اللغة، لكن يعني مش هتوصل برضو للكلام لو ما بتكررش. فاحنا كنا عملنا فيديو عن الموضوع ده، فيديو تفصيلي عن موضوع التكرار. لازم تتفرج عليه بعد ما تسمع، يبقى تتفرج على الفيديو ده، بعدها فيديو الاستماع وبعده فيديو التكرار. ان شاء الله كله ده هيكون موجود في الديسكريبشن تحت. وانت محتاج تكرر، مش لدرجة انك تحفظ الكلام، لكن لدرجة الفهم التلقائي. تكون فاهم الكلام كده خلاص بقى، اللي هو انت مش محتاج تكرر تاني، انت خلاص كده فهمت الكلام بشكل تلقائي. ان شاء الله تعرف الموضوع ده اكتر في فيديو التكرار، عشان بس يعني وقت الفيديو هو هيكون طويل بالفعل، فعشان يعني الموضوع ما يطولش اكتر من كده وما نعيدش برضو نفس الكلام للناس اللي هي اتفرجت على الفيديو بتاع التكرار. فاكر الحاجات اللي انا قلت لك لحد دلوقتي، وهي انك تحفظ جمل، ما تذاكرش قواعد، تسمع وتكرر. انت ممكن تسألني سؤال دلوقتي، يعني انا هسأله لنفسي، وهو انك يعني طب القواعد بقى اذاكرها ازاي؟ اولا كده القواعد يعني النظام بتاع اي جي هوج، او يعني هو مش نظام اي جي هوج بس، يعني هو نظام اي جي هوج وكذا حد تاني. فالقواعد مهمه، القواعد محدش بيقول انها مش مهمه، لكن هو بيقول لك ان انت ما تحطش في نفسك ان هو انت فكره ان انت تتعلم الزمن وتتعلم اسم الزمن ده ايه بالظبط وكل الحاجات ديتي. فانا يعني هقول لك ازاي تتعلم القواعد بطريقه اي جي هوج. هو بيعلمها لك عن طريق الستوريز، عن طريق القصص في ازمنه مختلفه. طبعا لو انت عندك احد كورسات اي جي هوج هو بيعلمك الموضوع ده بشكل تلقائي، يعني عادي جدا. لو انت ما عندكش احد كورساته ممكن تستخدم الاي اي. يعني والله بعد ما تقرا قصه معينه في اي زمن، لو قرات القصه دي مثلا قصه بتحكي عن حاجه هتحصل في المستقبل، ممكن تبعتها لاي اي تول مثلا وتقول له والله انا عاوز القصه ديتي في الماضي او عايزها في الوقت الحالي، فهيجيبها لك عادي جدا بدون اي مشاكل. الفكره كلها بقى، يعني لو هديك 3 امثله دلوقتي. في مثال Bill goes to the store, Bill went to the store, Bill will go to the store. ال3 امثله دول في واحده فيهم ماضي، واحده فيهم مضارع، واحده فيهم مستقبل. بكل بساطة انت مش محتاج تفكر في اسم القاعدة، ومش مطالب انك تعرف اسم القاعدة خالص. كل اللي انت مطالب بيه انت عايز تفهم مثلا لما تسمع كلمة Bill went to the store، هل هتفهمها ولا لا؟ هتفهم ان هو راح الستور؟ هتفهمها انها ماضي ولا لا؟ بص، الفكرة كلها ان انت بتسمع الجملة، ما بتسمعش الجملة منفردة.
حلو، بتسمع الجملة في سياق كامل. بمعنى والله كلمة Bill went to the store أو الجملة بتاع Bill went to the store هتلاقيها موجودة في سياق مثلا اللي هو بيحكي عن حاجة حصلت امبارح، أو هتلاقي مثلا قبلها كلمة مثلا زي yesterday، هتلاقي مثلا كلمة زي yesterday Bill went to the store. فأنت عارف يعني ايه كلمة yesterday معناها امبارح Bill went to the store معناها ان امبارح بيل راح الستور، راح السوبر ماركت. فانت فهمت يعني ايه يعني كلمة Bill went to the store، ومن خلال كلمة yesterday عرفت انها ماضي. كذلك الحال مع Bill will go to the store ومع Bill goes to the store هتفهمها ان شاء الله برضو بشكل تلقائي. فانت بعد ما عرفت Bill went to the store عرفت انها ماضي. لما تسمع بقى تاني لما تسمعها في مكان تاني، مثلا لما تسمع جملة تانية زي مثلا they went to the market، انت لما سمعتها they went to the market في مكان تاني عرفت ان كلمة went دي معناها التصريف التاني، او انت مش المهم تعرف معنى كلمة التصريف التاني، بس انت عرفت ان went معناها بتحكي عن حاجة في الماضي خلاص، ان هم they went to the market يعني اللي هم خلاص راحوا السوق. حتى بدون ما تعرف بقى وقتها بدون ما تجيلك كلمات زي last week ولا yesterday ولا last night، يعني انت وقتها تفهم لوحدك. فانت ثق في البروسيس نفسها، يعني سواء اذا كان عندك احد كورسات AJ Haug هتتعلم ان شاء الله قواعد لوحدك. انت اسمع نصايحه على مدار القصص وانت ان شاء الله تتعلم القواعد لوحدك. لو انت طبعا ما عندكش زي ما قلت لك هتستخدم اي AI tool عشان تعمل لك القصة في أزمنة مختلفة بحيث انك تقرأها كتير لحد ما تفهم كل زمن ان شاء الله، يعني من خلال الاي اي عادي جدا. بعد ما تعمل كل ده بقى ما تروحش تبوظ النظام ده كله بانك مثلا تروح تجيب والله كتاب مدرسة وتروح تذاكر منه، ولا كتاب كده يكون في لستة كلمات وتروح تذاكر منه. لا، انت مش محتاج كده بقى، خلاص انت دلوقتي اتعلمت الطريق الصح، اتعلمت ازاي تتعلم اللغة بشكل تلقائي، ازاي تكتسب اللغة مش تتعلم اللغة. فانت وقتها تروح تدور بقى على قصص، مثلا لو انت عايز تقرأ يعني تروح تدور على قصص معمولة للناس نيتيفز، قصص تكون سهلة معمولة مثلا للأطفال، وتبدأ تصعب الموضوع تدريجي لحد ما توصل للكتب الكبيرة اللي انت بتحلم بيها يعني. لكن ما تروحش تجيب قائمة كلمات وتقعد تحفظها عشان ما تبوظش النظام بتاعه، وده لان انت لو عملت كده بالمناسبة ده هيعيق الموضوع، يعني مش مجرد اللي هو كلمات بتضيفها وخلاص، لا هيعيق فعلا النظام اللي هو انك تتعلم او انك تكتسب اللغة. فما تتعلمش من قائمة كلمات بقى، ولا تجيك كتاب مدرسة في قواعد كده اللي هو ده بيجي بعد كذا وده بعد كذا. ما تعملش كده بقى، انت في غنى عن الحاجات دي خلاص يعني. دلوقتي هكلمك عن القاعدة 7 واهم حاجة بيتميز بيها AJ Haug، وهي القصص بتاعته. الفكرة كلها في القصص، هو بيسألك أسئلة في القصة وانت المفروض تجاوب على الأسئلة، مش بيسألك وانت تكرر السؤال وراه، لا هو بيسألك وانت تجاوب. ليه طيب كده؟ هو الفكرة كلها ان انت تعود دماغك على التفكير وعلى الرد بسرعة وده بيساعد في عملية الطلاقة. وهو طبعا بيختار القصص اللي هي القصص الى حد ما مجنونة شوية عشان تحرك مشاعرك وانها اسهل انك تفتكرها وكل ده. فيعني القصص بالنسبة له هو يعني افضل حاجة يعني هو شايفها، وافضل حاجة انك تتعلم بيها يعني. وانا كمان برضو انا شايف كده يعني من ناحية دي من الحاجات اللي فرقت معايا انا، وهي موضوع القصص بتاعت AJ Haug. بس الفكرة كلها في القصة انك تجاوب بسرعة. طبعا الجزء ده خاص بالناس اللي هي معاها كورسات AJ Haug، لان الحاجات دي غالبا يعني صعب انك تلاقيها يعني مع AI، لان هو بيسألك اسئلة ومحتاج منك اجابة، يعني الموضوع بيكون يعني محتاج شخص يسألك عشان تعرف تتعلم بشكل تفاعلي. فهو بيسألك سؤال المفروض تجاوب بسرعة جدا، ما تقفش وما ترددش ورا السؤال، لا هو عاوزك انت تجاوب. بعد ما انتهينا الحمد لله من ال7 قواعد الخاصة AJ Haug، دلوقتي هو بيقولك على خطة يومية ممكن تعملها، بس هي معتمدة طبعا بشكل كبير على حد او 99% على حد يعني متابع الدروس بتاعته او اشترى احد كورساته عشان يقدر يلتزم بالخطة دي. لكن اول جزء منها انت ممكن تعمله سواء اذا كان عندك كورسات AJ Haug او لا.
طبعا هو بيقولك ابدأ يومك في الصبح، ابدأ يومك كده بحاجة لطيفة، يعني اسمع قرآن طبعا، او انك تسمع انشودة من حد او انشودة انت بتحبها. هو طبعا ما قالش قرآن يعني، بس ربنا يهديه للإسلام، وما يسمعش حاجة غير القرآن، يعني ما ينفعش تبدأ يومك بأي حاجة تانية يعني. وفكر بقى الحاجات الإيجابية، يعني انت بعد ما تعمل كده تسمع القرآن كده شوية، بعدها فكر الحاجات الإيجابية اللي احنا كنا بنغير نفسيتك بيها، وهي انك والله سمعت جملة من حد امريكي ففهمتها، عرفت تتكلم في موضوع بشكل فلوينت. الحاجات دي هو كان عاوزك تكتبها. ليه تكتبها؟ لان الحاجات دي انت محتاج تبص عليها بشكل دوري، خصوصا في الصبح يعني، عشان تقدر تكمل، عشان الحاجات دي هي اللي هتغير معتقداتك السلبية تجاه اللغة، فهي اللي هتخليك تكمل، وهي اللي هتخليك توصل للانطلاق ان شاء الله. بعد ما تعمل كده بص على اهدافك، شوف فاكر الهدف اللي احنا اتكلمنا عنه، وهو انك تبص تشوف والله انت عاوز تتعلم اللغة الانجليزية ليه بالظبط. احنا حددنا طبعا هدف سامي بحيث ان هو يشجعك انك تكمل. فبعد ما تحدد الهدف يعني وقتها بقى تبدأ تسمع القصص بتاعته، طبعا دي في احد كورساته يعني. تسمع المين ستوري، وبعد ما تسمع المين ستوري يعني بعد كده طبعا في وقت الظهر كده تسمع المين ستوري تاني، وبعد كده بالليل تسمع المين ستوري تالت. طبعا ده كله في يوم واحد. هو بيعتمد طبعا على المينستري زي ما قلت، يعني هو معتمد اعتماد كلي على احد كورساته. وبعد كده بيقول لك في حاجه اسمها الموفي تكنيك، يعني هو بيتكلم على طريقه محدده كده في انك تسمع بيها فيلم. لكن احنا عندنا تحفظات شويه على موضوع الافلام يعني، او التعلم من خلال الافلام. ان شاء الله بكلمك عنه في فيديو منفصل. لكن انت ممكن تطبق الموضوع على بودكاست، مش لازم فيلم يعني. ممكن تشوف اي بودكاست مفيد بالنسبة لك وتطبق عليه الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. اولا كده هتختار البودكاست اللي انت عاوز تسمعه، وتسمع البودكاست كله مرة واحدة. اول مرة كده تسمع البودكاست، بعد كده هتقسم البودكاست ده على اجزاء كتير بقى، يعني مثلا كل دقيقتين ولا حاجة، او كل 3-4 دقايق ممكن هم دول يبقى جزء خاص من البودكاست. فاول يوم بقى هتسمع فيه الجزء الاولاني، وهتشغل الكلمات باللغة الانجليزية، وهتترجم الحاجات اللي انت مش عارفها. هتسمع مرة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، هتسمعوا بتاع 6-7 ممكن 10 مرات في اول يوم، ان هم يكونوا 3-4 دقايق بس مثلا. وبعدها تاني يوم بقى هتسمع نفس الحتة اللي انت سمعتها، يعني فاكر الحتة اللي انت سمعتها اليوم اللي قبله بتاع 10 مرات، تاني مرة هتسمع البودكاست نفس الحتة الصغيرة دي بدون كلمات. لكن لو احتجت الكلمات عادي جدا مفيش اي مشكلة. في اليوم الثالث هتكرر نفس الموضوع، هتشغل البودكاست بقى بدون كلمات. في اليوم الرابع هتشغل نفس الجزء بتاع البودكاست. احنا كل ده احنا شغالين على حتة صغيرة بس من البودكاست. هتشغل البودكاست وهتشغل الكلمات معه، وهتعمل شادوينج في الموضوع، اللي هو انت تعيد ورا المتحدث تقريبا في نفس الوقت اللي هو بيتكلم بيه، ممكن كده متأخر عنه ثانية ولا حاجة. وبعدها في اليوم الخامس بقى او هتعمل شادوينج من غير كلمات، يعني انت هتعمل شادوينج مع الحتة الصغيرة بتاع البودكاست دي اللي هي 3 أو 4 دقايق. هتعمل شادوينج بس مش هتشغل الكلمات بتاع الفيديو معك، يعني تسمع وتتكلم وراه بعده كده بثانية أو ثانيتين وبدون كلمات. في اليوم السادس هتسجل لنفسك بقى ايه الكلام اللي هو بتاع البودكاست، وعشان تعرف غلطك فين. بعد كده تدخل على الجزء اللي بعده، ده في اليوم اللي بعده، يعني في اليوم احنا كده مثلا مشينا على البودكاست 6 أيام. في اليوم السابع هتخش على الجزء الثاني من البودكاست. بعد كده في اليوم الثامن مثلا هتعمل نفس الموضوع بقى، اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحداشر مثلا وال12 كمان. بعد كده في اليوم ال13 تدخل على الجزء الثالث من البودكاست. فانت هتمشي في الموضوع ده كده. طبعا احنا يعني في الموضوع ده ان شاء الله احنا هنتكلم عنه تفصيلا، لكنه هو بيتكلم عن الافلام، وانا الحقيقة يعني في تحفظ كده شوية من ناحية الافلام، فممكن نتكلم ان شاء الله عن الموضوع ده في فيديو خاص بيه.
عشان تحسن القراءة في اللغة الإنجليزية انت مش محتاج كتاب تحضير لكذا وتحضير لكذا، لا انت محتاج تقرأ بس من أجل المتعة. يعني انت محتاج يعني اولا كده انت يعني عشان تختار الحاجة اللي زي كده هقول لك دلوقتي ان شاء الله، بس انت محتاج تبدأ بالكتب او تبدأ بحاجة تكون انت فاهمها بنسبة 95%، بحيث انك تقرأ من اجل المتعة. يعني اللي هو انت لو اخترت حاجات انت فاهمها بنسبة 50% وتقعد تدور على نص الكلمات التانية في القاموس هتمل ومش هتكمل في الموضوع ده. فانا اللي انا عاوز اقوله لك او اللي ايجي هوج عايز يقوله لك ان هو انت تقرأ بنسبة 5، تكون عارف الكلام اللي موجود بنسبة 95%، بحيث ان 5% التانيين دول تقدر تخمنهم بدون ما تستخدم قاموس. وعشان تقرأ طبعا اقرأ من اجل المتعة، ابدأ بحاجات بسيطة جدا، الكتب بتاع الاطفال مثلا، وبعد كده ابدأ صعب تدريجيا، واقرأ لما تحب انت عاوز تقرأ. ولو فيه يعني ملف صوتي للقراءة ده يكون افضل حاجة ممكن تعملها. فموضوع القراءة بالنسبة لأيجي هوج هو مش موضوع انك تقعد تكرر الكلام اللي انت بتقرأه، هو موضوع انك تقرأ حاجات سهلة تكون فاهمها بنسبة 95%، وتقرأ من اجل المتعة، مش حد رشح لك والله الكتاب ده قال لك الكتاب ده مفيد فيعني اقرأه، لا انت محتاج تقرأ حاجة فعلا انت محتاج تقرأها، او عشان انت يعني بتحب القراءة من اجل المتعة وعاوز تحسن القراءة بتاعتك في اللغة الانجليزية. زي ما الاستماع هو مفتاح الكلام، كمان القراءة هي مفتاح الكتابة الكويسة. يعني انت كل ما تقرأ اكتر كل ما الكتابة عندك هتتحسن، المفردات، استخدام المفردات بالنسبة لك هيكون افضل، تركيب الجمل هيكون احسن، القواعد، الاملاء نفسها هتكون افضل، مستوى التعبير نفسه بقى واضح وافضل بكتير طبعا لما تكون بتقرأ اكتر. فهقول لك على خطة عملية ان شاء الله. بداية كده استخدام الجمل القصيرة وواضحة مش معناها ان مستواك ضعيف في الكتابة. فانت دلوقتي حاول تكتب 10 دقايق يوميا، وده معناه انك تكتب بدون توقف. يعني مش محتاج والله تكتب جملة وتقعد انا استخدمت الجملة الصح هنا ولا لا، انت محتاج لا تكتب وتكمل تكتب. الفكرة كلها انت عايز تدرب عقلك على السرعة والتدفق، مش الكمال خالص في الكتابة هنا دلوقتي. بعد ما تكتب لو نفترض انك عملت كده لمدة 10 دقايق، محتاج تاني يوم بقى محتاج تبص على الحاجات اللي انت كتبتها، محتاج احيانا انك تعيد صياغة بعض الجمل والحاجات اللي كانت غامضة شوية. يعني ممكن احيانا انت بتكتب حاجة ما بتاخدش بالك وانت كنت اول يوم بالفعل بتتدرب عشان السرعة مش الكمال، فتاني يوم هتبص على الجمل تشوفها واضحة كفاية ولا في جمل غامضة. لو في جمل غامضة هتحتاج بس تعيد صياغتها مش اكتر. بعد ما تعمل كده بقى يعني في داتا كان تاني يوم، بعد ما تعمل كده هتحتاج تعرض اللي انت كتبته ده على مدرس او حد افضل منك، حد مستواه في اللغة الانجليزية احسن شوية، او حتى دلوقتي ممكن تعرض الموضوع على AI. يعني تشوف الكلام اللي انت كتبته ده مفهوم وواضح، هل كويس في طريقة افضل ان انا كنت اقول حاجة زي كده ولا لا. لو بتكتب ايميل الموضوع سهل، يعني لان هو الفكرة كلها انك توصل الفكرة مش اكتر، لكن الموضوع ممكن يكون يحتاج ان انت تدقق اكتر. لو بتكتب مثلا خطاب، بتكتب تقرير، بتكتب مقالة عن حاجة معينة، فده بيحتاج منك انك تدقق اكتر في استخدام الكلمات، تشوف كل كبيرة وصغيرة الكلمة دي اتقالت ليه، الكلمة دي كان في حاجة افضل او غيره. فموضوع الكتابة هو بيجي تدريجيا، فانت ابدأ بالخطة البسيطة ديت اللي هي 10 دقائق في اليوم، وحاول يعني تتدرب على السرعة. تاني يوم حاول تعيد صياغة الكلام، بعدها اعرض الكلام على مدرس صديق او حتى AI عشان تشوف في طريقة افضل ولا انت كده كنت كويس. بس والموضوع ان شاء الله مع الوقت يعني هيجي تدريجيا برضه، يعني مفيش حاجة بتيجي في يوم وليلة. لما تكون في محادثة مع مدرس او مع حد اعلى منك في المستوى، ما تاخدش شخصية والله انك طالب وتقعد تقول له كل شوية صحح لي اخطائي لو اخطأت. طب دلوقتي انا يعني مستواي في اللغة الانجليزية مش حلو، معلش ما تقعدش تتكلم كده. انت خد شخصية الطالب ما تاخدش شخصية الطالب، خد شخصية الشخص اللي كده الواثق من نفسه وبيتكلم وبكل ثقة. شارك اهتماماتك مع الناس، الفكرة كلها هو التواصل. يعني تحسين اللغة مش بيجي خالص كده بانك يعني حد يصحح لك اخطائك كل شوية، ده بيزود التوتر وبيبطئ تعلمك اصلا. لما تتكلم مع مدرس او حد احسن شوية، اطلب منه مثلا لما تقول حاجة بشكل مش
كويس او بصيغه مش كويسه، اطلب منه ان هو يقولها لك بصيغه كويسه مش اكتر. لكن مش فكره ان دي غلط، لا، هو فهمك عادي، لكن في صيغه افضل. مفيش مشكله انك تعرف الصيغه الافضل دي. فما تاخدش شخصيه الطالب، ما تقعدش كل شويه وانت بتتكلم مع حد تقول له معلش اللغه عندي مش افضل حاجه فسامحني. لا، طريق يعني الناس كلها فاكره ان مفتاح الطلاقه هو انك تقعد تتكلم كتير، لكن الفكرة كلها هو الاستماع. رجعنا تاني برضو للاستماع. فالاستماع هو يعني افضل حاجة تحسن التحدث بالنسبة لك. انك تسمع قصص وتقعد تحكي القصة تاني. والله نفترض النهاردة ان انت سمعت قصة عن اي حاجة، بعد ما تسمع القصة احكي القصة انت بنفسك كده، احكيها. كمان موضوع الشادوينج ده برضو مهم جدا، انك تكرر يعني انك تتكلم ورا حد متحدث بشكل يعني بيحسن موضوع الطلاق عندك بشكل كويس يعني. فموضوع انك تسمع وتعمل شادوينج هم دول مفتاح الطلاق. وما تطلبش من حد انه يصحح لك اخطاء، انت جامد. الانجليزي دلوقتي مش بس لغة، بل يعني بقى مهارة اقتصادية بتفتح لك فرص وتوسع دخلك. كل الشركات دلوقتي بتطلب انجليزي، حتى الشركات اللي في بلدك اللي الشغل فيها بالعربي بيطلبوا قدر ما بالانجليزي، والانترفيو بيكون في بالانجليزي. ففي الوقت الحالي لو في الشركة ديتي هي شركة انترناشونال، والموظفين بتوعتها والله واحد من الارجنتين، التالي مثلا من هولندا، الرابع من امريكا، والخامس مش عارف من اليابان، والتاني مصري. فكل ده يعني هيتواصلوا بايه؟ هيتواصلوا باللغة الانجليزية. فعدم اتقانك للغة الانجليزية هو معناه فقدان فرص كتيرة من فرص العمل. يعني في ناس كتير طبعا بتقول لك اتكلم او اتعلم بيزنس انجلش، لكن الحقيقة ما فيش حاجة اسمها لغة البيزنس. هو يعني البيزنس انجلش هو نفسه الانجليزي العادي اللي احنا بنتكلمه، لكن الفرق طبعا بيكون في بعض الكلمات الخاصة بمجال الشغل. في حاجة اسمها general business terms اللي هي حاجات زي deadline, feedback, meeting، وفي حاجة اسمها specialized jargon. ديتي الحاجات اللي هي الاختصارات اللي ليها علاقة بمجال معين، يعني الحاجات اللي انت هتتعلمها لما تدخل مجال معين زي تسويق او اي مجال عموما. AJ Hawk بيتكلم على انك تتعلم البيزنس انجلش بنفس الطريقة اللي انت اتعلمت بيها اللغة الانجليزية العادية، بنفس الطريقة اللي انت اتعلمت بيها الجنرال انجلش. يعني والله انك تسمع بودكاست وتقرأ عن المجال اللي انت مهتم بيه، وتسمع وتكرر بنفس الطريقة بالظبط يعني. وهو انك يعني تسمع بودكاست عن المجال اللي انت عاوز تتعلمه او انت عاوز تدخله، كمان قراءة وغيره. الموضوع هيجي ان شاء الله برضو تدريجيا، كده المصطلحات هتلاقيها بتتكرر، فمع الوقت هتلاقي نفسك اتعلمت البيزنس انجلش. طالما اتعلمت بيزنس انجلش يبقى لازم تتعلم بقى ازاي تتكلم قدام الجمهور، ازاي تعمل برزنتيشن. انت محتاج تتعلم ازاي تتكلم مع او قدام الجمهور، لان دي للاسف مشكلة ناس كثيرة. وAJ Hawk طبعا هو بيحكي البرزنتيشن اللي هو اول مره يعملها ان هو ايده كانت بترعش وكان النفس بتاعه سريع، الاسلوب ما كانش افضل حاجه بسبب ان هو نسيان بسبب التوتر. لكن مع الوقت وشويه تمارين بسيطه الموضوع اتغير تماما. يعني بيقول لك بدل ما ايدك ترعش، يعني ايدك بتتحرك بترعش كده، فممكن تستخدمها عشان تتحمس. فجسمك هو بيعمل نفس الحركات لما تكون خايف او متحمس. الفرق بس اللي انت بتقوله لنفسك. لما يكون عندك برزنتيشن حاول تتدرب عليها، ومش تتدرب بس على الكلام، لا، حاول يعني تحط نفسك في الموقف، حاول تتخيل كده الجمهور قدامك وتبدأ تتكلم عشان تقدر تدرب مشاعرك زي ما بتتدرب على الكلام اللي انت بتقوله. فموضوع انك تدي برزنتيشن عموما هو الموضوع بيجي تدريجيا. انت ممكن يعني تتدرب تدريجيا كده، تبدأ تتكلم مع 1 مع 2، تبدأ تصعد الموضوع تدريجيا لحد ما تعرف تبقى تتكلم قدام جمهور. ممكن تبدأ تسجل لنفسك فيديوهات يعني زي كده، وعشان تعرف تتعلم مهارة اللي هي البابليك سبيكينج عموما، اللي هو كمان انك تدي برزنتيشن قدام ناس عدد صغير، او انك تعمل بابليك سبيكينج اللي هو انك تتكلم مع قدام جمهور كبير جدا. دلوقتي بقى اخر فصلين في الكتاب، وهو ان انا يعني مش شايفهم الا هو موضوع التسويق للويب سايت بتاعه وللموقع بتاعه، وازاي وجودك في جروب
وسط ناس هيساعدك، لان هو طبعا بيقول لك اللغه مش مجرد كلمات وخلاص، هو عاوز يعلمك مثلا او يربطك بمجتمع حتى لو اونلاين، اللي هو طبعا الويب سايت بتاعه ده بيخلق بيئه طبيعيه للتعلم وللممارسه يعني. فبيتكلم على فكره ان التعلم الفردي ممكن يوصلك لمرحله، لكن مش هيديك الطلاقه او الاستمراريه. فهو عاوز طبعا يجيبك مع ناس، لان هو طبعا تقريبا عنده اشتراك شهري او سنوي مش فاكر يعني الحقيقه. فهو الفكره كلها انت محتاج تكون موجود وسط ناس يعني. فتستبدل الموضوع ده ايه يعني بايه بالظبط لو انت ما معكش فلوس؟ وهو انك يعني تكون موجود. يعني احنا عملنا بالفعل فيديو عن free for talk. ممكن تستخدم free for talk ان انت تكون موجود في مجتمع ناس بيتعلموا اللغة الانجليزية، بحيث ان انت تشاركهم اهتماماتك ويشاركوك اهتماماتهم وتتكلموا مع بعض باللغة الانجليزية. لو ليك صديق حاول تتواصل مع صديقك باللغة الانجليزية. يعني انا كان ليا حد مصري، يعني هو تقريبا احنا قعدنا نتكلم فترة طويلة باللغة الانجليزية. انا والله قعدت في طول الفترة دي كلها ما اعرفش اللهجة بتاعته المصرية عاملة ازاي اصلا، بسبب ان احنا كنا بنتكلم باللغة الانجليزية بس. انا قابلته على free for talk بالمناسبة، وكنا بنتكلم باللغة الانجليزية. قعدنا فترة طويلة. احنا بعد كده طبعا اتكلمنا باللغة العربية فيما بعد بقى، اللي هو بعد مثلا ما سيبنا الويب سايت بكام سنة يعني كده. بس الفكرة طول ما احنا كنا موجودين على الويب سايت كنا بنتكلم باللغة الانجليزية بس، لدرجة انا والله ما كنت اعرف اللهجة بتاعته عاملة ازاي اصلا، يعني اللهجة بتاعته المصرية عاملة ازاي. طبعا في لهجات يعني لو انت برا مصر في لهجات يعني مختلفة في مصر يعني. بس كده، وده كان الفيديو الطويل يعني. انا حاولت والله يعني اسجله كله في فيديو واحد وقعدة واحدة بس. يعني هو طبعا كله تسجل في قعدة واحدة. انت لو تلاحظ هتلاقي ان في اخر كام تشابتر كده ممكن اكون يعني جبت اخري. انا تعبت فعلا وانا بسجل الفيديو ده، يعني ليا تقريبا دلوقتي ساعتين كاملين بسجل. ممكن طبعا مع القص ومش عارف ايه ممكن معرفش الكتاب هيوصل وقت قد ايه، لكن لو انت وصلت لحد هنا يعني، او حتى لو قدمت الفيديو ووصلت لاخره، على اي حال شكرا والله يعني. شكرا جدا ليكم، وشكرا لاي حد بيكتب كومنت كويس. والله شكرا ليكم والله. يعني الحاجات اللي زي دي اللي بتخليني اكمل. في مرة من المرات كنت مكسل كده ان انا اعمل فيديو، بس والله واحد كتب لي كومنت كده اللي هو انت يعني انت اللي بتخليني اكمل في اللغة الانجليزية. فوالله قمت حاولت احضر فيديو تاني، ووقتها برضو الحمد لله يعني سجلت فيديو تاني. بس كده. بالمناسبة احنا هنعمل فيديو برضو عن اسئلة الكورسات بتاع AJ Haug، لان اصلا معظم الناس اللي موجودين عرفتني عن طريق AJ Haug اصلا. فانت لو عندك اي سؤال ليه علاقة بكورسات AJ Haug، اي سؤال يخطر على بالك اكتبه لي ان شاء الله، وهنعمل فيديو طويل برضو هنجاوب فيه على كل الاسئلة بتاعت AJ Haug. لان انا يعني بتجيلي اسئلة كتير جدا، او جات لي لحد دلوقتي والله يمكن ما يقارب مئات الاسئلة عن كورسات AJ Haug. فانت يعني لو عندك اي سؤال سيبولي تحت في التعليقات. بس كده، شكرا مشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.